اهلا وسهلا. مجرد فكره جديده غادي ننطلقوا من واحد المثل المغاربه تيقولوا اش خصك العريان، قال له الخاتمه مولاي. ولكن هذه المثله هذه تيمكن نستعملوها عن حق، وتيمكن نستعملوها هي كحق من اجل باطل. اش عندنا ما نديروا بلي طيران الكره، واش حنايا عندنا البطاله وعندنا الاميه وعندنا اش عندنا ما نديروا بالسينما فيها غير المسخ والعراق، والسينما الاجنبيه هي اللي واعره، وبالتالي راه هذاك الفن السينما فيه غير التسلقيط وداك الشيء. اش عندنا ما نديروا بالطيرانات ديال الهوكي ولا ديال التنس ولا ديال واخا. شوف، ما كاينه حتى دوله كتحترم راسها في العالم من ايام الاسلام وقبل من الاسلام اللي كتاخذ بنادم على اساس انه حيوان. فاش غناخذوا على انه مجرد حيوان؟ هي فاش غادي نوجدوا له في ما ياكل وفين يسكن وباش يدافع على راسو وباش يتنقل وباش يداوى. حيوان. ولكن كنساو بان الله خلقنا فينا ثلاثه العناصر. عندنا الجسد اللي هو اللي كنديروا له هذا الشيء، خصنا ناكلوه ونشربوه ونعسوه ونخدموه ونريضوه ونداويوه ونغطيوه الى اخره. وهذا اللي داخل شنو هو؟ هذا الحاجه الوحيده اللي كتفصل بين وبين البقر والفياله وغيرهم، لان هذيك كيفكر فاش كتفكر كتوعى بوجود، فاش كتوعى بوجود وكتعرف على انك انسان، النوع الاسمى اللي حملوا ربي لك الرسائل وداك الشيء بلا ما ندخلوا في هذه الامور. وهذه الرساله ديال الحفاظ على العالم شنو هي؟ هي انك تسيطر بهذا العقل على هذا الجسد اللي هو غرائز ودوافع، خصو غير متعولده ولو بالعنف. القانون، الاخلاق، كل شيء جاي هادشي منين؟ من الثقافه. والثقافه شنو هي؟ الصلب الروح ديال الثقافه هي التفكير الجيد، الفلسفه هي المعرفه الدقيقه، العلم، وهي التربيه الابداعيه الراقيه والعميقه اللي هي الفنون، منها السينما.